يا نهار ابيض. ازيكم؟ ايه اكتر باور بانك انت شفته في حياتك؟ يعني اكتر ملي امبير في باور بانك 10000 20000 50000 100000. الارقام دي للباور بانك اللي انا هوريه لكم النهارده هي تبدو ارقام ضئيله. يعني باور بانك بيتكلم يا جماعه النهارده في 331 الف ملي امبير. باور بانك معاك في الرحلات وفي العربيه وكده بيشحن كل حياتك تقريبا. 331 الف ملي امبير. انكر عامله عظمه. بص الباور بانك ده ذا وورلدز نمبر 1 موبايل تشارجنج براند. انكر خلاص كده خلصت. 331 الف ملي امبير وبيشحن من 0 ل 80% في ساعه واحده بس، ودي حاجه من الحاجات الجامده جدا. بيطلع 1230 واط اور و1500 واط، يعني حضرتك تقدر تشغل عليه تقريبا كل حاجه ما بتستهلكش كهرباء. يعني تلفزيون، مروحه، ايه تاني ما بيستهلكش كهرباء؟ تلفزيون، مروحه، دش، بروجيكتور، سماعه، موبايلات الدنيا والاخره، كل حاجه ما بتستهلكش كهرباء. ما ينفعش بقى غلايه، مفيش الكلام ده، الا بقى لو الغلايه 1200 واط وده 1200 واط او 1500 واط فالدنيا ممكن تبقى تمام. ولكن هو عاده بيستخدم ان انت تاخده مثلا في البر او في الصحراء او في الحاجات دي، وتقدر ان انت توصل عليه كل حاجه من غير ما تحس ان انت بره. يعني كأن معاك محطه كهرباء كامله في العربيه او محطه كهرباء كامله في البيت. خلينا افتحه، انا متحمس الصراحه افتحه واشوف البوكس فيه ايه. هو انكر يا جماعه يعني ايه؟ هي سابت الباور بانكات الصغيره تقريبا او ايه؟ قررت انها تطور عن الباور بانكات الصغيره وتخش في ليفل الوحش. اهو بص بيقول لك بيفور يوز بليز تشارج ذا بورتابل باور ستيشن، ومسمينها بورتابل باور ستيشن، محطه كهرباء متنقله تشحنها مره قبل ما تستخدمه. اوكي، وده الجايد بتاعها. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا الموضوع مش سهل. انا عرفت اللي انت بتقول لي مش هينفع. يا نهار ابيض. 331 الف ملي امبير. مين يزود؟ بص يا صديقي تعالى قرب معايا بس معلش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول حاجه هنا معانا فتحناه الباور ده. في هنا كشاف عشان ينور لك الاريا، يعني بما انه يعني في شويه كهرباء فممكن يطلع لك شويه حاجات. هنا بيوريك البطاريه مستهلك منها كام واط، هي استهلاكها كام في المية، شغال بقاله قد ايه، شغال الاوتبوت بتاعه عامل ازاي. عندك 1 2 3 4 يو اس بي، يعني 4 موبايلات، و2 تايب سي، موبايلين او لابتوبين، ممكن يشحن لابتوبين في نفس الوقت. غير ان انت عندك فيشتين 220، وعندك كار سوكت. ايه كار سوكت ده؟ ولاعه عربيه. عندك ولاعه عربيه، لو عندك حاجه بتشتغل بولاعه العربيه تقدر ان انت تشغلها هنا، صح؟ ما تحطش ايدي عشان ما تكهربش. في نفس الوقت حضرتك تقدر تستخدم الفيشه دي 1000 واط، والفيشه دي تقدر تستخدمها 1500 واط. دي فيش بيوت، يعني فيش بيت تقدر تستخدمها كانها فيش البيت. هنا طبعا بتفتح الشاشه وتقفلها او تعلي البرايتنس بتاعها. اوكي، ده الباور سيفنج او ان انت تاخد اعلى باور منه. هل في حاجه تانية ورا؟ ده الشاحن بقى العادي، ان انت تشحنه بقى العادي، صح؟ انت تشحنه اهو. وده الفيوز، ده فيوز عشان الكهرباء، وده فيوز برضه اهو. سولار، لا ده سولار. يعني انا لو عندي بتاع طاقه شمسيه اقدر استخدمها اشحنه بيه. ما انا في الصحراء بقى. احنا طفينا النور عشان نشوف النور بتاعه قوي ولا مش قوي. ادي النور بتاعه اللي حضرتك بتقدر تستخدمه. تقدر هنا كمان تتحكم فيه الاضاءه بتاعته عشان يبقى معاك محطه كهرباء كامله متنقله 331 ملي امبير 1500 واط. 1500 واط موجودين معاك في العربيه. يا بخت الصراحه اللي بيطلع الصحراء بهذا الشيء، فهو مش محتاج ان هو يبقى معاه كهرباء او ان هو يشحن حاجه او ان في حاجه تفصل منه اصلا. لابتوباتك وموبايلاتك واجهزتك كل حاجه تقدر تشغلها على هذا الجهاز. فالصراحه ده اكبر باور بانك انا شفته في حياتي. اختراع يحل الاحتياج بتاع ان انت تبقى محتاج كهرباء 3 4 ايام بره. فهي فكره جامده جدا. وجامد ولا مش جامد؟ جامد.